إذن دقائق قليلة تصلنا لنهاية المقابلة، الشوط الأول من المقابلة التي تجمع فريق الرجاء البيضاوي وفريق المغرب التطواني. إذن لحدود الساعة النتيجة 0 لمثله بين الفريقين. مباراة قوية، مباراة يعني فيها فرص، فيها يعني تحركات داخل أرضية الملعب. لاعبي الرجاء هجموا وكذلك لاعبي فريق المغرب التطواني كانت عندهم هجمات، لكن لحسن الحظ تكلت بالنجاح. إذا لحدود الساعة التعادل السلبي بين الفريقين، والجماهير الرياضية الجماهير التطوانية والجماهير الرجوية قبل قليل تبادلوا التحايا فيما بينهم، وروح رياضية عالية هنا بملعب صانية ترمل بتطوان. إذا تفصلنا دقائق معدودة على نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق المغرب التطواني. مقابلة متميزة، خصوصا أنها عرفت هجمات من كلا الطرفين. إذا كنتمنى أن الشوط الثاني تكون فيه أهداف، يكون تسجيل الأهداف بين الفريقين، خصوصا فريق المغرب التطواني يبحث عن الرجوع نتيجة إيجابية، خاصة بعد تعثره في المباراة الأخيرة، مباراة الديربي بين اللي جمعته فريق اتحاد طنجة على ملعب ابن بطوطة بطنجة. إذا المتتبعين جالس يستخبرونا لنا عودة في الدقائق المقبلة لتغطية باقي أطوار المباراة، مباراة المغرب التطواني والرجاء.